الإسلام نزل في مكة بصورة سامية وكبيرة، بصورته الأساسية اللي فيها الإنسان القبيلك بيبحث عن الحرية وجد مجاله على شرط أن يدفع ثمنها. ثمنها أصبح بالنسبة للقرون الأولية، القرون الأولانية البدائية، أصبح في القرن السابع في مكة لدى نزول القرآن ثمنها أصبح أقل مما كان عليه العهد في نشأة المجتمع. عندما خاطب القرآن الناس بأنهم أحرار على شرط واحد، هو أن يحسنوا التصرف في الحرية، لأنه زي ما قلنا مما نشأ المجتمع الحرية المورثة قبل ما تعرف أن حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك. معنى الكلام ده أنك أنت يمكن أن تكون حر إذا أحسنت التصرف في الحرية، وعند إساءة التصرف في الحرية تصادر الحرية بالقانون. ده معنى أنه حريتك تبتدي حيث تنتهي حرية جارك. الحرية ثمنها حسن التصرف فيها. إذا كانت الحرية ما يكون عندها ثمن بالصورة تصبح فوضى، وعلى الفوضى لا تقوم المجتمعات. فجاءت العبارة في القرآن بالصورة اللي تقول للناس أنتم أحرار على شرط أن تحسنوا التصرف في الحرية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لمعزة الحرية عند الله كان إنه نبيه على كماله من أن يسيطر على المشركين اللي بيعبدوا الوثن ويعبدوا الحجر. فذكر إنما أنت مذكر، ده كلام يقال للنبي، لست عليهم بمسيطر على المشركين. ده لمعزة الحرية عند الله، لكن شرطها قائم، هو أن تحسن التصرف فيها. أنت حر في أن تمارس أن تعمل كما تشاء على شرط أن تكون حسن التصرف. حسن التصرف هنا قال ربنا عنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن ربنا خلقنا وكملنا في أجسادنا وعقولنا بالقدر الكافي لنعرف ولنمارس الشكر والعبادة، وقال أنتم أحرار. لكن هو ده الشرط، حسن التصرف في الحرية هو أن تعبدوني ولا تشركوا بي. عندما نزل القرآن بالصورة دي وجد المشركين في مكة بيعبدوا الحجر ويقطعوا الرحم ويئدوا البنت. النبي أرسل لهم بكمالات بشرية كان معترف بها في الجاهلية، بقرآن معجز، بتربية نماذج منهم بلغت مستوى من الكمال كأنه طفرة بالنسبة لهم، ثم أصروا على عبادة الوثن وعلى قطع الرحم وعلى وأد البنت، وأصروا على المعادة والإصرار في أن يمضوا في سبيل بالصورة دي. فظهر عمليا أن الناس دون مستوى تحمل مسؤولية الحرية. ثمن الحرية المطلوب برضو بالنسبة لهم كان باهظ، لأن المجتمع لا يزال مجتمع في يجوز في أوائل عهد المدينة، لكن من مؤكد أنه عنده مخلفات الغابة، حتى أن العرب ما كان عندهم قانون ولا حكومة، وهم اللي قالوا من غلب سلب. القرآن ده ظل 13 سنة إلى أن أعذر الله إليهم لئلا تكون للناس على الله حجة. سحب القرآن في المستوى ده، نسخ. قرآن مكة اللي نزل 13 سنة في مستوى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن ده ما نسميه نحن الآن قرآن الإسماح سحب، نسخ، استبدل بما يناسب الوقت، وكان معروف عند الله سلفا أنه ده أكبر من الوقت، لكن لحكمة كبيرة في ختم النبوة نزل القرآن في مستوى المسؤولية، وده الحاجة الطبيعية أن الإنسان يخاطب بالتي هي أحسن إلى أن يظهر أنه عاجز عنها لتلزم الحجة. سحب القرآن ده وأمر نبينا بالهجرة، وبدأ نزول القرآن المدني، وبدأ التحول من عهد المسؤولية والحرية إلى عهد الوصاية، لأن الناس ظهر أنهم قاصرين عن تحمل عبء مسؤولية الحرية، فبقى بدل المسؤولية جاءت الوصاية. والمسؤولية والوصاية هم اللي يجعلوا الفارق الحقيقي بين الطفل والرجل. تذكروا أننا قلنا أن المجتمع البشري في مرحلة بيقطع الطفولة وماشي للرجولة. الرجل بيتحمل مسؤولية فكره وقوله وعمله، الطفل عايز من يتحمل عنه هذه المسؤولية. فسحبت آيات المسؤولية وجاءت آيات الوصاية. ومن الوصاية الجهاد، من الوصاية القتال، اللي قلنا أن المجتمع البشري الآن وصل إلى حقيقة تجريبية في أن القتال لا يحل مشكلة. ما كان كده القتال زمان، كان بيحل المشاكل. حتى قال السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ده أبو تمام، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. كان عندهم كده، ولحد قريب زي ما قلنا الحرب الأولانية كانت بتحل المشاكل، السلاح بيحل المشاكل، لكن في الحرب الأخيرة ظهر أنه الحرب ما بتحل مشكلة. هنا جاء في القرن السابع الأمر بالقتال، لأنه القاصر هو في ذمة الرشيد ليحمل على مصلحته بالإكراه. وسحب آيات الإسماح أو المنع عن الحرب جاء برضه في تدريج متنزل لغاية ما استقر في الأمر بالقتال. بدأ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم خطوة لقدام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم خطوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنا جاء الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. وأمرهم إلى الله فيها دقيقة، هي أن الناس ما بيحملوا على العقيدة بالإكراه، لكن بيحملوا على الإسلام بالإكراه، يحملوا على الإذعان للدولة الجديدة بالإكراه. وده الأمر الحصل. فنحن إلى اليوم شريعتنا قائمة على آيات الفروع. آيات المسؤولية إلى اليوم لم يشرع فيها إلا ما كان من أمر النبي. النبي كان يعيش على آيات الأصول، كان يعيش على مستوى الآيات المكية، لأنه هو الرجل، هو الرشيد، هو الوصي على القصر. فكانت شريعته في مستوى، هو الوصي على القصر، هو الرشيد، فكانت شريعته في مستوى رشاده، وكانت شريعة الأمة في مستوى قصورة، هو الوصي عليها. نحن الآن عندما قدم ابننا المبارك المحاضرة بالدعوة الإسلامية الجديدة، المعنى ده نحن بننطلق منه
لتبيين الجدة في الدعوة هي الانتقال من الآيات اللي كانت تناسب القرن السابع، عهد الوصاية، عهد القصور، لترتفع إلى آيات الأصول التي كانت أكبر من مجتمع القرن السابع.